العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضل الإعلامي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء المستهل كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. أوضاع زراعية جيدة في مشاريع القاش بركة. دعوة لحل مشكلة مياه دهلك. تدريب المرأة بالأشغال اليدوية في أرعتا. اتفاق بين واشنطن وأنقرة لوقف العمليات العسكرية في سوريا. وجونسون يفوز بتأييد الاتحاد الأوروبي لكن تبقى البرلمان. واشنطن تفرض رسوما جمركية بالمليارات على سلع أوروبية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أوضح المزارعون من أسر الشهداء والمحتاجين المنضويين في 4 مشاريع زراعية أن مزارعهم في وضع جيد لغزارة الأمطار والدعم الذي حصلوا عليه. وأعرب المزارعون الناشطون في التنمية الزراعية بإشراف برنامج التصدي التنموي للمنطقة الغربية في فاولينا بمديرية مولقي وبنبنا بمديرية شاموق وعتاقولو بمديرية بارنتو وتخنبية بمديرية عالي القاش أعربوا عن أملهم لحصاد وفير. وقد انطلق البرنامج الزراعي بمنح 10 هكتارات على ضفاف نهر القاش ل20 مواطن وتستفيد منه عامة حوالي 80 أسرة شهيد ومحتاج في مساحة 40 هكتار. وقدمت الحكومة مساعدات بمحركات الضخ والمعدات اللازمة ومساعدة أفراد قوات الدفاع في المنطقة لتمهيد الأراضي الزراعية وحفر الآبار إضافة إلى البذور والجرارات. وأفاد المزارعون بأنهم بدأوا الزراعة هذا السنة بالذرة والذرة الشامية والفول، وسينتقلون العام المقبل لزراعة الخضروات والبقوليات. طالب سكان ضواحي جمهيل ودربوشيت ونورة ودحيل بمديرية دهلك لدى لقائهم حاكم إقليم شمال البحر الأحمر العميد تهللبسو بحل نقص المياه الذي يؤثر سلبا على حياتهم المعيشية. وأوضح حاكم الإقليم العميد تهللبسو في اللقاء الذي جرى في 14 أكتوبر أن إدارة الإقليم تدرك مشكلة مياه شرب الصالح وتبذل الجهود لإيجاد حلول مؤقتة. وأضاف بشأن جهود تطوير الموارد البحرية وصيانة الأسماك بأن الحكومة ظلت تعمل بتقديم القروض لتشجيع الصيادين وامتلاكهم القوارب والمعدات الحديثة. وقد تم إلقاء بعض الديون المستحقة من القروض وضعا في الاعتبار لأوضاعهم المعيشية، وسيجري العمل لسد متطلباتهم وإيصال منتجاتهم للسوق المحلي. وتسكن مديرية دهلك التي تبعد حوالي 60 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من مدينة مصوع أكثر من 600 أسرة تزاول صيد الأسماك والتجارة والرعي. وكان حاكم إقليم شمال البحر الأحمر العميد تهللبسو قد تفقد في 13 أكتوبر مخزن مجفف الأسماك الصغير الذي شيدته الحكومة بأكثر من 5.4 مليون نقطة في ضاحيتي دربوشيت ودحيل وإشجار الشورى المشتولة في ضاحية جمهيل. تلقت 20 امرأة من مديرية أرعتا بإقليم جنوب البحر الأحمر دورة تدريبية ل3 أشهر في أشغال السعف. وأوضح مسؤول المشاريع في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم جنوب البحر الأحمر السيد محمد عسير موعو في مراسم التخريج أن التدريب يأتي في إطار جهود تأهيل الشابات والمرأة عامة مهنيا للاعتماد على ذاتها. وناشد الجهات الشريكة لتوفير فرص العمل للمتخرجات لجعلهن منتجات ودعم أنفسهن. ودعا المدير التنفيذي في إدارة مديرية أرعتا السيد محمد عبد الله المشاركات في الدورة لتطوير قدراتهن خلال العمل وتحسين حياتهن المعيشية، مؤكدا تعاون إدارة المديرية معهن. قدم الإيطاليين المقيمون في كندا وسويسرا وألمانيا ومن داخل البلاد مبلغ 22,240 دولار أمريكي و7,928 دولار كندي
و5300 يورو و5000 نقفة لإعالة أسر الشهداء وتنمية صندوق أمانة الشهداء. وأفادت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بأن الوتريات المقيمات في ويمبيغ الكندية تبرعن بمبلغ 10,080 دولار أمريكي، و8 مواطنين إريتريين في سويسرا بمبلغ 3600 دولار أمريكي، والجالية الإريترية في جنيف السويسرية ب 3600 دولار أمريكي، والجالية الإريترية في فرايبورغ السويسرية ب 1800 دولار أمريكي، والجالية الإريترية في ميونخ الألمانية ب 3400 يورو، والجالية الإريترية في فانكوفر الكندية ب 1080 دولار أمريكي، وفرق وارساي والصمود وفنقل في مدينة فانكوفر الكندية ب 1080 دولار أمريكي، والإريتريين في مدينتي كيتشنر وواترلو وغلف الكندية ب 1000 دولار أمريكي و1448 دولار كندي. كما تبرعت جمعية الإريتريين الكنديين في كالير الكندية ب 6480 دولار كندي، وأعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في فرانكفورت الألمانية ب 1000 يورو، والإريتريين في بيلفلدن الألمانية ب 500 يورو باسم المرحوم سأل هايلم فرانكفورت الألمانية ب 400 يورو، ومواطن لم يرقب ذكر اسمه من الأقليم الأوسط بمبلغ 5000 نقفة لتنمية صندوق أمانة الشهداء. قدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية طرنا دعم الأدوات الدراسية ل 51 طالبا محتاجا لتشجيعهم لمواصلة التعليم. وأوضح مسؤول المكتب السيد مسقانة في السهاية في مناسبة تقديم الدعم أن المكتب قدم أيضا مستلزمات رياضية لمكتب التعليم في المديرية للدفع بالنشاط الرياضي الطلابي. سيداتي سادتي، وقفة قصيرة ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. قدم زعماء الاتحاد الأوروبي بالإجماع دعمهم لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ووضعوا عبء المسؤولية على رئيس الوزراء بوريس جونسون لتأمين موافقة البرلمان البريطاني على الصفقة في تصويت يجري خلال يومين. وفي حديث له بعد أن أقر زعماء الاتحاد الأوروبي 27 الآخرون الصفقة دون وجود جونسون في القاعة، عبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن سعادته لإتمام الاتفاق، لكنه أبدى أسفه لرؤية بريطانيا ترحل. وتوصل مفوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي للاتفاق بعد أيام متتالية من المحادثات والمناقشات الساخنة التي أدت إلى توتر العلاقات بين التكتل والمملكة المتحدة. ويحتاج جونسون الآن للحصول على الأصوات اللازمة في جلسة استثنائية للبرلمان، لكن الحسابات ليست سهلة أو بسيطة بالنسبة لهم، ويبدو أن جونسون عازم على تقديم خيار صارم للبرلمان، إما الاتفاق الذي أبرمه أو لا اتفاق على الإطلاق، على أمل الحصول على ما يكفي من الأصوات للحصول على الموافقة. فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية على سلسلة واسعة من السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.5 مليارات دولار أمريكي. وجاء هذا الإجراء الهجوم الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرغم من التحذيرات الأوروبية من فرض رسوم جمركية على بضائعها، وكذلك التهديدات الأوروبية باتخاذ تدابير انتقامية. ودخلت هذه الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، وتشمل الطائرات التي تنتجها مجموعة إيرباص للصناعات الجوية والنبيذ الفرنسي والويسك الاسكتلندي. وتبلغ هذه الرسوم 10% على الطائرات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، و25% على منتجات أخرى من بينها النبيذ والجبن والقهوة والزيتون، حسب لائحة نشرها مكتب الممثل الأمريكي للتجارة. وتبنت منظمة التجارة العالمية وجهة نظر واشنطن القديمة بأن إيرباص ستلقى دعما حكوميا غير عادل يضر بمنافستها بوينغ الأمريكية. وختاما في هذه النشرة، اعتقلت قوات الأمن المكسيكية أحد أبناء إمبراطور المخدرات خواكين جوزمان الشهير باسم إل تشابو، مما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة بالأسلحة النارية في عدة أحياء بمدينة كولياكان مع عقل العصابة.
وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أن مجلس وزرائه الأمني سيدلي بمعلومات عن الوضع في وقت لاحق. وأعلن الرئيس المكسيكي السابق إنريكي نيبتو في 8 يناير 2016 أن السلطات اعتقلت الشابو بعد 6 أشهر من هروبه المثير من سجن شديد الحراسة عبر نفق امتد لأكثر من ميل. وصلنا إلى نقطة الختام، تصبحون بألف خير.